الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ومراقبته في السر والعلن، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، تظفرون بسعادة الدارين الآخرة والأولى. أيها المسلمون عباد الله، فما زال حديثي معكم عن أخلاق الرسول المصطفى والنبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، ومع خلق عظيم من أخلاقه الكريمة وسمة من سماته الشريفة، ألا وهو خلق وصفة الأمانة. خلق الأمانة إنه الخلق العظيم الذي به تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات وتصان الدماء والأموال والأعراض وتعمر الديار والأوطان، وبه يقام الدين ويعبد الله في أرضه، وبه ينال العبد رضا ربه وثناء الناس من حوله، ولا يستغني عنها الأفراد ولا الدول ولا الشعوب ولا المجتمعات. وقد أمر الله جل وعلا بأداء الأمانة، وبين أهمية هذا الخلق وفضله وأثره في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحذر سبحانه وتعالى من خيانة الأمانات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وخاتمهم، كان متصفا بهذا الخلق العظيم، بخلق الأمانة، عرف به وشهد له الأعداء قبل الأصدقاء. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بأداء الأمانة وحفظها، ويحذر من خيانتها حتى مع من خان، فكان كثيرا ما يقول في خطبه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي حتى مع الخائن
لا تنزل إلى مستواه فتخونه فتكون مثله فتكونوا بالإثم سواء. ولقد اتصف نبينا عليه الصلاة والسلام بصفة الأمانة قبل البعثة وبعدها. قبل أن يبعث نبيا ورسولا كان أمينا، فقد كان يعرف في قريش بالأمين ولقب بالأمين عليه الصلاة والسلام. وكان سبب زواجه وتجارته زواجه لخديجة وتجارته معها هي الأمانة وصدق الحديث. أما بعد البعثة عليه الصلاة والسلام فقد أدى الأمانة الكبرى وتكفل بأدائها، وهي رسالة الله جل وعلا، وتحمل في أدائها أعظم أنواع المشقة وبلغها للناس، ولاقى في ذلك ما لاقى من المشقة والأذية والتعب وغيرها. وشهد له بذلك العدو قبل الصديق. ففي حوار أبي سفيان قبل إسلامه مع هرقل عندما سأل أبا سفيان وقال له عندما سأله 11 سؤالا وقال له: أما إني سألتك بماذا يأمركم أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه يأمر بالصلاة والصدق والوفاء بالعهد ويأمر بأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يؤدي الأمانة وودائع الناس التي تحفظ عنده حتى في أصعب الأوقات وأحدث الظروف. فعندما هاجر من مكة إلى المدينة وخرج شريدا طريدا من كفار قريش، فإنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وأمره أن يؤدي الأمانة والودائع التي كانت عنده للناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأداء الأمانة وحفظها ويحذر من الخيانة في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ولقد بين أن أداء الأمانة وحفظها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال في الحديث الصحيح: قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. أيها المسلمون عباد الله، وفي واقعنا أصبحنا نبحث عن الأمانة في كثير من المعاملات والتصرفات. أصبحنا نبحث عن التاجر الأمين، نبحث عن العامل الأمين، نبحث عن البائع الذي يعامل الناس بالأمانة. أصبحنا نبحث عن الطبيب الأمين، نبحث عن الصيدلي الأمين، أصبحنا نبحث عن المقاول والضابط الأمين، أصبحنا نبحث عن المعلم الأمين. ومع هذا وللأسف لا نجد إلا القليل، فأصبحت الأمانة عملة نادرة بسبب الغفلة عن الآخرة والبعد عن تعاليم الدين والبعد عن الدين وعن تعاليمه، وغفلة الناس وجهلهم بخطورة ضياع الأمانة على الأفراد والمجتمعات وحياتهم. أيها المسلمون عباد الله، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان تقلب فيه الحقائق وتزور فيه الوقائع، فقال في الحديث الصحيح: سيأتي على الناس
سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أيها المسلمون عباد الله، بهذا الخلق العظيم، بهذه الصفة الكريمة، بخلق الأمانة، تحفظ الأموال من السرقة والسلب والنهب والاحتيال. جاء في التراجم عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة، قال وكان معه أصحاب، قال فوضعوا سفرة طعام، قال فمر بهم راع يرعى أغنام، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما، قال له: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة، أي تعال فكل من هذه السفرة. فقال له الراعي: إني صائم. فقال له ابن عمر، قال له: في هذا اليوم الشديد الحر وبين الجبال وأنت ترعى الأغنام وتصوم فيها مع هذا؟ فقال له الراعي: أبادر أيامي الخالية، أي أستغل أيامي في طاعة الله وفي الأعمال الصالحة. فعجب ابن عمر من حاله، فقال له: بعنا من هذه الغنم شاة. فقال له الراعي: إنها ليست لي، إنها لمولاي لسيده وكان عبدا. فقال له ابن عمر ممتحنا: قل له أكلها الذئب، وماذا عساه أن يصنع به؟ فقال له الراعي: صاحب الأمانة، صاحب هذا الخلق العظيم وهذه الصفة الكريمة، قال له: وماذا أقول لله؟ أو قال له: أين الله؟ كلمة عظيمة تهز القلوب وتسيل الدموع، كلمة عظة وعبرة، فيها زجر وفيها موعظة وعظة وعبرة. أين الله؟ أو ماذا أقول لله؟ فحفظ الأمانة تحفظ بها الأعراض والدماء والأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الحمد والشكر على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فخلق الأمانة خلق شامل لجميع مظاهر الحياة، فالشعب أمانة في يد الزعماء والرؤساء والملوك والأمراء، لا ينبغي لهم خيانته ولا بيعه مهما كان الثمن. والدين أمانة في يد العلماء، والقضاء أمانة في يد الحكام، والتلميذ أمانة في يد الأستاذ،
والعدل أمانة في يد القضاة والحكام، والصدق أمانة في يد الشهود، والحق أمانة في يد المحامين، والولد أمانة في يد والده، والزوجة أمانة في يد زوجها، والوطن أمانة في عنق الجميع، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الأمير والرئيس والوزير والمسؤول والموظف أمينا فإن رعيته أمناء، وإذا كان خائنا فإنه كذلك، لأنهم يقتدون ويتأسون به. جاء في السير أنه عندما فتحت بلاد فارس وسقط ملك الأكاسرة، بعث الفاتح القائد بعث الأموال، وكانت أكواما من الذهب والجواهر في حقائب بعضها فوق بعض، بعثها من بلاد فارس إلى المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، فحملت من المدائن إلى دار الخلافة، فحملت ومرت على أميال وأياما متتالية ولم ينقص منها ذرة واحدة. فعندما رآها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة، إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة، لم ينقصوا منه شيئا ولم يأخذوا منه ذرة واحدة، وكان كثيرا من الأموال. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: إنك عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيته. إنك عففت أي كنت صاحب أمانة وصاحب عفة عن أموال الناس وأخذها، فعفت رعيته. إنك عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيته. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى التخلق بهذا الخلق العظيم والاتصاف بهذه الصفة الكريمة، صفة الأمانة، فلنتخلق بهذا الخلق العظيم ولنتصف بهذه الصفة العظيمة ولنتربى عليها ونربي عليها وننصح بها ونحذر من ضدها، وهي الخيانة، حتى تحفظ الحقوق وتصان الأعراض والدماء والأموال ويعبد الله سبحانه وتعالى. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه لقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم على الحق والدين، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم اجعل لأهل اليمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم يسرا، ومن كل بلاء نجا. اللهم